مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة جديدة من برنامجكم كانديدي إيوا، أي مرشحكم أنتم. نحن ليلة في مدينة دهوك الجميلة المزدهرة المتقدمة الحبيبة، وضيوفنا لهذه الحلقة هما ضيفان الكرام الأستاذ محمى خليل قاسم، مرشح رقم 5 في محافظة نينوى على قائمة 275 لحزب الديمقراطي الكردستاني. أهلا وسهلا بك. شكرا. وأيضا الأستاذ حسين بن فلاح العقيدي، اليوتيوبر الشهير. أهلا وسهلا بكم. حياك الله. أذكر بأن الليلة موجودين أيضا ضيوفنا الكرام الموجودين هنا معنا، وسيكون لهم كلمة أو سؤال. شكرا لقدومكم ونرحب بكم أيضا مرة أخرى. أستاذ محمى، سؤالي لك: لماذا حزب الديمقراطي الكردستاني؟ هل حزب الديمقراطي الكردستاني ضرورة في نينوى؟ شكرا جزيلا لقناة كردستان 24. شكرا لمشاهديكم الكرام، شكرا لضيوف الأعزاء من أجواء مدينة الدهوك اللي حافظ على القديم وواصلت الجديد. ونهني الكابينة الأخ مسرور برزاني على هذه الإنجازات وهذا الباكورة من الخدمات. نتمنى هذا تحدث في مدينة سنجار أرض الألم وفي نينوى. بالتأكيد النينوى عراق مصغر ملاحظ الآمن للأقليات الدينية والمكونات، والحزب الديمقراطي الكردستاني منذ تأسيسها حمل الشعار الديمقراطية للشعب العراقي والفيدرالية لإقليم كردستان. ووجود خيمة البرزاني في نضاله كان وجود كل الفسيفساء من الشعب العراقي. بالتأكيد ضرورة ملحة للحفاظ على الحقوق الديمقراطية وعلى الحقوق المكونات في نينوى لتبقى نينوى لأهلها. أستاذ حسين، هاي كم مرة وانت جاي الدهوك؟ هاي أول مرة لو؟ أول شيء رحب بجميع الحضور، ورحب الله يخليك. بالمقدم المخضرم أستاذ سوران، الله يخليك. ورحب بسيادة النائب، وشكرا على حسن الاستقبال والضيافة. قناة كردستان ما قصروا والله. هاي مو الجاية الأولى لدهوك، يعني يمكن كثير جاي ما أقدر أعدهن. دهوك حلوة، ممكن أنا كشخص متعلق بأربيل أحب أربيل أكثر، بس دهوك لها خصوصية. دهوك مدينة جميلة، يعني تريد تنعزل عن العالم الخارجي، عن الضوضاء. مدينة نظيفة، مدينة مزدهرة، ناسها مثقفين محترمين، ما لك غير دهوك. حضرتك جاي المدن، إقليم كردستان، جاي أربيل دوك، يعني دا تشوف التطور، دا تشوف الأمن والاستقرار والتعايش السلمي. يعني حزب الديمقراطي الكردستاني مثل ما حملتهم دا يقولون يعني إحنا نقدر ننقل هاي التجربة، التعايش السلمي، التطور، الطرق، جسور، مستشفيات، مدارس، كهرباء 24 ساعة، مي، أمن، استقرار. ليش ما نقدر نحول هاي التجربة لبغداد، الموصل، كربلاء، النجف الأشرف، البصرة؟ يعني ليش ما يصير العراق كله مثل أربيل، مثل دوق، مثل السيمانية؟ انت ايش والله بتقول؟ فد شيء فكاهي. احنا في احد اللقاءات قاعدين في اربيل ويانا ضيوف من بصرة، بصراويين يعني لهم مناصبهم بالدولة، فيسألونهم الكراد يقول لهم يابا ايش عندكم، شنو ما شنو بالبصرة، شكو ماكو. فأجاب عليه قال له والله عندنا مشكلة معضلة المي وشوية الكهرباء. اي فظلوا يسولفون، هذا يقول له لازم تسوي هيك لازم تسوي هيك، فاني جبتهم جواب يعني بسيط، قلت له بيراد لكم واحد برزاني حتى تنحل مشكلتكم. إيه ليش لا يعني؟ يعني شوف اقول لك شغله واحده، انا رجل مو حزبي او ما انتمي للحزب البارتي، بس اكو فد شغله واحده تخليني احب هذا الحزب.
الرجل كاك مسعود البرزاني يعني رجل عنده رؤية واضحة، واليوم لما يجي يحكي ما يحكي بلسان الطائفية. يعني أنا كشخص عربي أريد لي على هذا الشخص فد يوم إنه يحكي بالطائفية حتى أقول والله أنا أبتعد عن هذا الشخص. مثل ما يقول ربا سالفتي إنه هذا الشخص الرؤية الواضحة ما مبنية على الطائفية والعنصرية. كل شخص من حقه يتعنصر إلى قوميته أو طائفته، بس أنت لازم أول شيء تقدم الرؤية العامة للمواطنين بصورة عامة، وبعدين تتعنصر إلى أي شيء أنت يعجبك. في أحد لقاءات كاك مسعود وهو بلندن، هو يروي الحديث ونقلا عنه يعني، يقول إحنا لما جينا بلندن نلقي الخطاب وإحنا الأحزاب المعارضة متجمعين، كل واحد يقول أنا لما راح أرجع للعراق راح أسوي كذا، راح أسوي كلها يعني هتافات انتقام. يقول فاني قبل لا اصعد قلت لهم يابا اريد اخطب خطاب بعدها نلقي البيان مالتي. فصعد على المنصه وقال لهم يابا انا كشخص برزاني لما راح نرجع للعراق لازم اول شغله نسويها التآخي وبناء وطن. انا كشخص من عائلتي مستشهد 8000، من قوميتي 120,000 180,000 شخص. انا اذا كل واحد انتقم من يمه يعني شو يبقى بالعراق؟ إذا أنا أريد أنتقم من هذا الشخص وأنتقم من هذا الشخص راح يبقى بالعراق. إحنا لازم أول شغلة نسويها لما نرجع عفى الله عما سلف. إحنا ولد اليوم. ولازم نبني. أي نبني. هو أنت شلون تبلش بالبناء؟ إذا أنت قلبك ما صافي وعندك حقد على الآخرين، لما راح توصل أي مدينة تشوف بها شخص كان معادي لك أو ابنه معادي أو أبوه معادي، ما راح تقدر تشتغل إذا أنت كان بداخلك حقد. فهاي الاستراتيجية اللي هو وضعها من البداية صراحة أنا خلتني أحب هذا الرجل. يا اخي رجل واضح مثل وضح النقا مثل ما يقول، ما عنده لف ودوران. اقول لك انا رجل راح ارجع اليوم اعفى عن الكل. لما انت تيجي تركز على هاي الشغلات، هاي شغلات بها عمق جدا قوي. يعني في اماكن اخرى الناس انتقمت بطريقه شنيعه، طريقه مع مختلفه الأسف. تماما. مع الأسف. نحكي عن موضوع الاستثمار والبناء البنيه التحتيه وكذا. سبب فساد المناطق الجنوبيه، المناطق بغداد ما موصل، هو مشكله الفساد. يعني الفساد متنخل إلى موظف بسيط بدائرة، هذا الموظف راتبه 400 ألف دينار. أستاذ حسين العفو حبيبي. للمقاطعة. يعني الميزانية، ميزانية الدولة الفيدرالية يعني أضعاف الأضعاف ميزانية كردستان، اللي كان مفروض 17% وبعدين سووها 14%، بعدين سوى اللي يوصل 5%. ب5% تشوف الازدهار، تشوف التعايش، تشوف التقدم. و وباقي المحافظات كل هالميزانية الضخمة وما تشوف شارع بخير. أستاذ محمى، يعني هاي كل هالأموال الطائلة اللي دا تروح. يعني أنت حضرتك مهندس، هالإعمار اللي دا تشوفه بأربيل، يعني ليش ما يصير بسنجار بموصل؟ بالتأكيد اكو فرق. يعني ما تبني الدولة بانتقام مثل ما تفضل ضيفنا. إذا الدولة تبنى بالخدمات والمشاريع وخطط استراتيجية، خطط طويلة الأمد، قصيرة الأمد، خطط آنية. بالتأكيد اكو عقلية راغبة بتقديم خدمات قطاعية للمواطنين، هو حكومة الإقليم كردستان على مر كابيناتها، واليوم نحن في الكابينة التاسعة. ونحن أيضا استحقاقات، أيضا دائما الغطاء المالي ضروري، ولكن الاستحقاقات اللي تحصل عليها إقليمي كردستان بالتأكيد عندما تقطع نفقات السيادية اللي هي تبلغ تقريبا 50%، تبقى 50% من الموازنة تعطي نسبة ل 12% 0.6. وعندما تأتي هاي الستة تقريبا عندما تنمية الأقاليم بترولات تجي تنقص من هذه أيضا ما تصل إلى 5% مثل. إذن اليوم
دائما في لقاءات الأموال موجودة في بغداد، خدمات مفقودة بسبب الفساد، بسبب الروتين، بسبب الخطط الوهمية، شركات وهمية. على سبيل المثال أنا كنت رئيس لجنة الخدمات النيابية، حدود 650 مشروع موجود متلكئ، أموال ضائعة، مشاريع بالمليارات. إذن وعليه يجب أن تضع خطط استراتيجية كيف تعالج هذه القطاعات. إضافة لذلك من المعيب لحضارة وادي الرافدين، بلد وادي الرافدين شعب حضارات، أن تأتي مرتبة العراق في ذيل الدول اللي فيها فساد المالي، عدم عدالة التوزيع، وحصر الثروات والسلطة في المركز. يعني يقولون الدستور إذن المشرع العراقي يقولون الدستور ما به هالقد مشاكل، يعني بس تطبيق الدستور، تطبيق قوانين الدستور هو مشكلة. الدستور العراقي في غرفة الإنعاش، على رغم هي وثيقة اجتماعية الزعيم الأوحد اللي اتفقت عليه العراقيين وصوت عليه 80%، والديباجة الدستور اللي جزء من 144 مادة اللي تنص على أن الالتزام بالدستور يحفظ سيادة وأرضا وشعبا، ولكن لا توجد بالتزام، والشعب العراقي آل على نفسه أن يختار هذا الاتحاد الفيدرالي. إذن وعليه يجب أن نحتكم إلى الدستور، ولكن دائما المشرعين العراقيين حاولوا أن يعالجوا هذه الثغرات من اختلالات الماضي وظلمات الماضي حتى يعالجوا بوجه جديد، ولكن الحكومات التي أتت لا توجد أي عدالة التوزيع في الثروات، ولذلك هنالك تفاوت في التقدم الفرص وعدم معاقبة المتلكئين والذين تجاوزوا على المال العام. الدولة العراقية ما استخدم المبدأ من أين لك هذا، ولذلك أنا أقول الحكومة إقليم كردستان نحن ليس مدحا له، لكن اليوم العالم يتباهى بتجربة حكومة الإقليم كردستان. لماذا؟ لأن الحكومة إقليم كردستان لجأت إلى بناء الإنسان، إلى علاقات اجتماعية، إلى التسامح، إلى رؤية واضحة لبناء مؤسسات الدولة على أسس اقتصادية، أسس إنسانية، أسس ديمقراطية. هذا هو الذي تفرق عن الآخرون. هذا المفقود في الدولة المركزية. بالتأكيد لو كانت دولة مركزية ملتزمة بالدستور، دستور عدالة التوزيع، أين عدالة التوزيع؟ إذا طلعنا نسبة تناسب اليوم مثلا إذا عدالة التوزيع باكر الدورة السادسة راح نطلب حسب هذا الجدول 16%، يعني لأن نسبة وتناسب. نقطة ثانية مثلا البصرة، محافظات الغربية، العمارة، البصرة يعني هي 95% خبزة العراق من القطاع النفطي، وتقريبا 80% من النفط العراق تأتي من مدينة البصرة. ماء الشرب مفقود، وأكبر ميناء بحري هم موجود نعم، ببصرة، خاصرة العراق اللي هي تمثل ماء الشرب ما عندهم يعني. نعم، اللي يمثل الواجهة الحضارية. تمام أستاذ. إذا قارنا مع بصرة تقع على الخليج العربي ويمثل الرئة التنافسية للعراق، مجاور دول الخليج أتى بمياه من الخليج ومن البحر وحللها وأصبح صحيح. مياه. يجب أن نقتدي بهذه التجارب من تجربة الإماراتية، تجربة الكويتية، تجربة إقليم كردستان. صحيح. هذه التجارب الناجحة هي تجارب عالمية، أعطى رؤية واضحة لكيفية بناء الإنسان، كيفية تقديم الخدمات، كيفية توجه الصحيح السليم المع الموازناتنا. دائما موازنات، هل هي موازنة توجيهية؟ هل هي موازنة صفرية؟ هل موازنة الدولة العراقية فيها عيوب وثقوب منذ عام 2006 تبنى على أساس رؤية اقتصادية فاشلة لا تنسجم ولا تناغم مع الدستور العراقي. المادة 25 تبنى اقتصاد العراقي على أسس علمية صحيحة تستثمر كل الموارد العراق متواجدة، واهتمام بالقطاع الخاص. دمرنا القطاع الخاص، هذا الرؤية. هل هنا لا حتى مواطنين، هل نحن الدولة اشتراكية حتى نأتي نلتزم بالمبادئ الاشتراكية، دولة مركزية مقيتة عافة الزمن عنا؟ هل نحن اقتصاد السوق؟ نحن اقتصاد فوضوي، رؤية فوضوية لإصلاح الاقتصاد العراقي. تمام.
ضيوف الكرام الموجودين، إذا عندكم سؤال، منو عندكم السؤال؟ تفضلي. بداية أشكركم وأشكر ضيوفك الكرام على هذا اللقاء الجميل شكراً. الذي يجمعنا بالمرشح المحترم النائب محمى خليل والضيف الكريم. شكرا لكم على هذا المحاورة الشفافة الذي يجمعنا مع النائب والمرشح حول برامجه ورؤيته للانتخابات. في صراحة نحن الشباب نحتاج إلى هذه البرامج لكي نسمع كلاما يلامس قلوبنا بالصدق. سؤالي هو ما هي خططك وبرامجك لخدمة الشباب؟ فتعلم نحن الشباب الآن نعاني من البطالة. هل لديكم خطط وما هي هذه الخطط؟ وهل ستساعد على تقليل البطالة؟ وشكرا. شكرا. منو بعد عنده؟ تفضل. مساء الخير عليكم مساء جميعا. الخير. سؤالي للأخ أستاذ حسين، هل باعتقادك أن المسؤولين في الحكومة العراقية يتخوفون من هذا التطور الموجود في كردستان بحيث يحاربون هذا التطور من خلال عدم إرسال المستحقات المالية الموازنة للحكومة كردستان وتأخير الرواتب؟ السؤال الثاني للسيادة النائب، كما لاحظنا أنه أغلب النواب صوتوا على نظام على قانون العفو العام بحيث عفوا عن الدواعش والإرهاب الموجودين في السجون، وجنابك ما صوتت على هذا القانون. هل راح نلاحظ أنه تشريع قوانين خاصة باليزيدية والنازحين الموجودين في المخيمات في الدورة القادمة في حال حصولكم على المقعد؟ وشكرا جزيلا. شكرا. أستاذ حسين، يعني أكو رؤية أو توجه أنه يقول هاي التطور اللي دا تصير بإقليم كردستان سريع جدا، المحافظات الثانية يريدون إقليم كردستان أو يوقفوه أو شوي يعطلوه حتى يوصل المحافظات الثانية. شنو رأيك؟ والله قبل أسبوع تقريبا تواصلت يا جهة حكومية، قلت لهم يا بزودونا بوثائق على عدد المشاريع اللي تم إنجازها في الدورة التاسعة في حكومة إقليم كردستان. قالوا اعطينا مجال يومين، بعد اليومين دزوا لي 5500 مشروع. قلت لهم عمان الفيديو اللي اسويه دقيقة ونص هذا الفيديو راد له حلقات حتى احكي على هاي الانجازات. قالوا عمي ترى احنا دزينا لك بس الانجازات اللي مباشرة بكاك مسرور التام. اي، اما البسيطة اللي منا ومنا ما دزينا لك. يعني قلت لهم شوف اقول لك شغلة واحدة، طبعا انا من اصور فيديوهات في كردستان واصور الانجازات واصور المشاريع واصور جمال كردستان، ترى مو الغاية انه انا عندي حقد على محافظة او كذا. انا اصلي من بغداد واللي ينكر اصله شيء مو حلو هذا. فمستحيل اليوم اكو شخص يوجه توجه ضد القومية مالته او ضد تأكيد. المكان اللي انولد به. والله انت تريد بصرة وبغداد يتطور مثل اربيل مثل دهوك. والله اللي اسويه كله في كردستان محبة بشعب كردستان وبحكامها، وكذلك اسعى انه بلكت هاي الناس تقتدي وتشوف، بلكت يستحون يقول لي هذا ذولا جاي يسوون واحنا جاي نسوي. انت تقول لي يسوون مشاكل انه حتى ما تستمر سلسلة الانجازات. اي انا اقول لك 100% واضح، يعني مثل وضح النقاع. واليوم مشكلة كردستان هي يعني اكو اقوى من انه القوى السياسية ببغداد تضغط عليهم، لا الموضوع تجاوز وانت تعرف، يعني ما يحتاج نوضح اكثر. اليوم كردستان صار وجه مقارنة، يعني اي سياسي اذا كان شريف ولا فاسد اول ما يقعد يقول له يا بد شوف كردستان وين وصلوا واحنا وين وصلنا. هاي المقارنة هم يريدوا يقضون عليها. شلون؟ ما يعرفون. ساعة يجون بالرواتب، ساعة مسيرة، ساعة ما ادري شنو. المهم في أسوأ الحالات هم لازم يقضون على هاي. بس هنا الحكومة حكومة جدا قوية، حكومة كردستان جدا قوية، عندها علاقات دبلوماسية، علاقات سياسية. لا تنسى ترى أنت اليوم حتى تنمو اقتصاديا سياسيا دبلوماسيا لازم تكون عندك علاقات ورؤية. الرؤية موجودة، الرؤية حتى تتطبق لازم يكون عندك علاقات. أنت اليوم مثل ما يقول الواحد عيد وحدة ما تصفق. صحيح. لازم أنت يكون عندك دعم.
فانت لو تجي تباوع على العلاقات اللي تبنيها كردستان ويا دول اخرى، وعلى راسها الامارات. يعني هسه الامارات اتخذت خطوه جدا جريئه، دزت مبعوث كامل، يعني هو والوفد مالته راح يسكنون في كردستان. ذولا شغلتهم يقوون العلاقات بين الامارات وكردستان في مجال التجاره والسياسه وكل العلاقات. هاي الخطوه خطوه يعني قليل الامارات تتخذها. دوله مثل الامارات متطوره، صحيح. عندها رؤيه، تعرف انه كردستان، انا دائما اقولها هاي الكلمه، كردستان للعالميه. ممكن مو اليوم، ممكن باكر، ممكن بعد سنه سنتين، بس كردستان للعالميه ما بيها مجال. ان شاء وعلى الله. راسها ان اربيل. شاء الله. ممكن انا شويه متعنصر على اربيل، بس كردستان للعالميه ما بيها مجال. ان شاء لان الله. اني على احتكاك، على احتكاك بالمشاريع، على احتكاك بالوزراء، على احتكاك جاي اشوف شغلات، بس محتاجه شويه كم فلس مثل ما يقول. يعني هاي ال5% ترى ما تكفي، الله شاهد لا. علي. يعني لو اشوف يعني هاي 17% تجي بالقران، كان شفنا شيء، يعني هذا كان شفنا نسخه من حقنا دبي. مستحقاتنا، يعني مو شيء. لا هو يعني اخر بيان رئيس الاقليم كاك نجير فان يقول يابا ترى هاي مو صدقه، ترى هاي استحقاقاتنا، انتم ما جاي تصدقون علينا. صحيح. فعلا اليوم هو يعني حق مشروع. والله من اليوم اللي قطعوا برواتب لليوم، والله حتى بالانسانيه يعني بالقران انا جدا مهضوم على هذا الموضوع. يعني انت بالدرجه الاولى جاي تحارب المواطنين، وبالدرجه الثانيه تحارب حكام هذا المكان. والله ان شاء الله يمكن الجميع ويساعد اي شخص الله. يريد يسعى يبني العراق إن ويبني شاء الله. كردستان، ان شاء الله رب العالمين يعينه. امين امين ان شاء الله. استاذنا محمى، على مود الشباب، يعني الشباب لهم مطالب، يريدون يكونوا مستقبلهم. شنو برامجك اذا الله وفقك ورحت للمجلس؟ بالتأكيد. السؤال من الحاضرين أيضا، أي بلد رأس المال ثروته والبشر، وثروة الرأس المال الحقيقي للمستقبل الشباب. النهوض بجيل سليم معافى مسلح بتأهيلات العلمية أيضا تفتح آفاق جديدة، ونحن ملزمون باهتمام بالشباب. إن شاء الله. سؤال الأخ قانون اللي عفو العام، بالتأكيد هذا أمانة للمكون الديني اليزيدي. نحن انظلمنا، واليوم القضية اليزيدية قضية عالمية، قضية إنسانية، قضية وطنية، قضية الشرف والكرامة لكل العراقيين. واليوم السنجار الجرح الدامي، جروحها مفتوحة، أرض الألم، كل العراقيين، كل الحكومات الموجودة، حكومة اتحادية، حكومة إقليم كردستان، حكومة الموسم، مطلوبين الشعب السنجاري، مطلوبين اليزيدية أن يقفوا معهم ويساندهم، لأن اليزيديين لهم الفضل على الجميع بنجاح الدستور العراقي وبالتوجيه من الفخامة الرئيس، لما كانت الدستور في ميزان قاب قوسين بفشله ونجاحه. فصوت اليزيديين والسنجاريين بصورة خاصة بنجاح الدستور، عندما قال 2 من 3 محافظة أنبار صلاح الدين قال، فصوتوا كلا النينوى، فصوتوا اليزيديين بنجاح الدستور. السيد محمى خليل قاسم، شكرا جزيلا شكرا لك. والسيد حسين بن فلاح العقيدي، شكرا جزيلا لك. بالمناسبة قبل لا انا اجي فتحوا مشروع، يعني هسه يمكن جاي يفتتح مشروع، خلنا فرصة نلحق تصور. خلنا نروح. وشكرا جزيلا لكم لحضوركم سيداتي وسادتي، شكرا جزيلا لكم لبقائكم معنا حتى هذه الساعة، وحتى حلقة جديدة نستودعكم الله وإلى اللقاء.